كل شخص موجود في عالمنا الحالي عنده هدف بيحركه، سواء كان الهدف ده نبيل أو لأ. في حاجات معينة لازم تكون موجودة عندك عشان توصل لهدفك دوت. كل الشخصيات اللي وصلت من قبلك هتلاقي عندهم الحاجات اللي هقولها النهاردة، ولكن محدش من اللي وصلوا هيقولك عليها. والخبز واحدة من أهم الحاجات ديت، ومش شرط يكون بطريقة تأذي بيها اللي قدامك، بل ممكن تكون خبيث بدون ما تضر أي حد، وده عشان توصل لهدفك بشكل أسرع. الخبز هو انك تفكر قبل ما تتكلم، هو انك تخفي خطواتك الجاية وتعرف امتى تلبس وش تاني عشان توصل لهدفك، انك تعرف امتى تظهر مشاعرك وامتى تدفنها تماما وتبطل تكون ساذج وبتخلي الناس تعرف عنك اكتر من اللازم. وعشان كده في فيديو النهاردة هتعرف ازاي تتحول من شخص ساذج بيبوظ تقدمه لأهدافه بنفسه إلى متلاعب خبيث بيستغل كل فرصة تقع قدامه حتى لو على حساب أي حد. أول وأهم حاجة لازم تكون عارفها إن العفوية والكلام بدون حذر ملهمش أي مكان في عالمنا الحالي. لو أي حاجة بتيجي على بالك بتتكلم فيها وبتطلع على لسانك فورا، انت كده مش صريح، انت كده مكشوف. الساذج بيقول اللي حاسس بيه، إنما الخبيث بيختار اللي يظهره بس، وبيظهر اللي محتاج الطرف التاني يعرفه. العفوية بتدي الناس مفاتيحك، نقاط ضعفك وطريقتك في التفكير وحتى حدودك النفسية. فكر مع نفسك، كم مرة كنت قاعد فيها بتتكلم مع حد وبعد ما القعدة خلصت وقمت قعدت تقول لنفسك ايه اللي انا قلته ده؟ انا اتكلمت براحتي في حاجات ما كانش ينفع الشخص ده يعرفها عني، ولكن بسبب انك خدت راحتك في الكلام معلومات وكلام كتير طلع منك هتندم عليه. الوحش الخبيث ما بيتكلمش عشان يفضفض، بل بيتكلم عشان يحقق هدفه. بيسأل بس ما يجاوبش، بيسمع كتير ويتكلم قليل. كل كلمة تطلع منك لازم يكون ليها سبب، ولو مفيش يبقى السكوت هنا أفضل. وعشان تكون عارف بس، العفوية في أغلب الأحيان هي غباء اجتماعي متنكر في شكل شخص ودود. هتلاقي ناس كتير بتقولك ياه الشخص العفوي ده لذيذ وبيضحكنا وكلام كتير من ده، بس في الحقيقة هو هيفضل فعلا مجرد شخص بيضحكهم، عمرهم ما ياخدوه على محمل الجد. العالم مش محتاج يعرف انت حاسس بإيه، ولا انت زعلان ليه، ولا رأيك الحقيقي في كل حاجة. كل مرة بتتكلم بعفوية انت بتفترض ان اللي قدامك انسان نظيف وان نواياه سليمة، وده افتراض في قمة السذاجة، لان كل كلمة انت بتقولها اللي قدامك في اقرب مشكلة او حتى جدال بينك وبينه هيستخدم كل كلمة انت قلتها حتى لو من غير قصد. الناس ما بتستخدمش كلامك ضدك في نفس اللحظة، ولكن بيحفظوه، ولما تيجي اللحظة المناسبة هيضربوك بيه بدون تفكير. العفوية بتخليك متوقع، ومتوقع يعني سهل السيطرة عليك. بيعرفوا اللي بيعصبك وايه اللي بيكسرك، بيبقى معاهم مفاتيحك كلها. وعلشان كده الوحش الخبيث لازم دايما يكون عنده فلتر قبل الكلام، فلتر قبل ما يضحك، فلتر قبل كل رد فعل. مش كل موقف يستاهل رأيك، ومش كل الناس تستاهل تسمع صوتك، ومش كل إحساس عندك لازم يتحول لكلام. الصمت هنا مش ضعف، بل الصمت ده سلاح. الصمت بيخلي اللي قدامك هو اللي يتكلم أكتر ويغلط أكتر ويكشف نفسه، وانت هنا اللي بتكون قاعد تسمع وبتجمع معلومات. إنما العفوية بتريحك لحظة وبتخليك تتكلم وتفضفض وتقول كل اللي جواك بدون تكلف، لكن بتتعبك على المدى الطويل وبتخليك مجرد شخص ساذج. وفي كلمات كده عايزك تبطل تستخدمها مع أي شخص غير المقربين ليك واللي فعلا مهتمين لأمرك. والكلمات دي هي أنا حاسس ونفسي وعشان خاطري. الكلمات اللي بتظهر المشاعر والأحاسيس دي الأفضل تخليها بينك وبين نفسك. محدش مهتم صدقني، وبتبينك مجرد شخص ضعيف قدام العالم ده. لازم تكون قاسي، مفيش حاجة اسمها حاسس ونفسي. اللي انت عايزه لازم تعمله، انت مجرد افعال، مفيش كلام كتير. ده هيخلي اي حد يهابك، لانك شخص بتفعل اكتر ما بتتكلم، ومشاعرك مخفية، وكل حاجة عندك محسوبة. حتى افعالك ما فيهاش اي نوع من العفوية، مش بس طريقة كلامك،
لأن في العالم اللي احنا عايشين فيه الشخص الطيب والعفوي واللي في قلبه وعلى لسانه هو أكتر شخص بيندم. للأسف في حاجة خطيرة جدا وأنا متأكد إنك أكيد فاهمها غلط، والحاجة دي هي إنك بتفتكر إنك كل ما أظهرت للناس قد إيه أنت شاطر في مجال معين أو حتى في مجالات كتيرة، وإنك شخص مثقف وبتقرأ كتب وبتشتغل على نفسك، ده هيخلي قيمتك تعلى في عيون الناس، كده هيحبوك أكتر. ولكن في الحقيقة اللي بيحصل عكس كده تماما، انت كده بتخوفهم. البشر مش بيكرهوا الشخص الفاشل، بل بيكرهوا المتفوق، ومش بس بيكرهوه بل بيخافوا منه. اي حد احسن منهم، اذكى منهم، او حتى اقوى منهم، ده بالنسبة لهم بيشكل خطر وبيبدأوا يقلقوا منه. وافضل من الوقوع في الغلط ده من البداية هو انك تعرف ازاي تخفي مهاراتك ومواهبك. مش لازم يظهروا في كل الاوقات، بل لازم تكون عارف امتى تعمل كده وامتى برضو تبان شخص ساذج وغبي وانك مش فاهم اي حاجة، لان ده هيخلي اللي قدامك يظهر نفسه اكتر ويحس انه بيفهم اكتر منك، وده معناه انه هيغلط اكتر وهيتكلم اكتر، وانت هتستفيد منه من غلطه. وهنا هتبقى انت اللي بيتلاعب بيه، رغم ان هو هيكون فاكر انك اهبل ومش فاهم اي حاجة، بس الواقع بيقول غير كده. الوحش الخبيث فاهم القاعدة دي كويس جدا. خلي الناس يشعروا بالتفوق، مش علشان انت ضعيف، بل عشان انت فعليا اذكى منهم بكتير. خليهم يفتكروك عادي وانك مش بتشكل اي خطر، انت اصلا مش منافس، لحد ما يجي الوقت اللي تطلع فيه النتيجة بدون اي تحذير، وساعتها هم هيتفاجئوا ان الضربة جات لهم من شخص ما كانش باين عليه اي علامات انه ممكن اصلا يعمل حاجة. اظهار المهارات بدري بيخلق اعداء بدري وبيفتح عليك عيون انت مش محتاجها دلوقتي. الوحش الحقيقي مش بيحاول يثبت انه ذكي، بل بيخلي الناس تكتشف ده بعد فوات الاوان، بعد ما يكون حصل على كل اللي هو عايزه. بيشتغل في هدوء وبيتعلم في صمت وبيطور من نفسه بدون ما يستعرض قدام اي حد. ومن افضل الشخصيات اللي بيقدر يخفي مهاراته ببراعة هو ايانو كوجي. رغم ذكائه وقدرته على التفوق على كل اللي حواليه، ولكنه كان بيختار دايما انه يفضل عادي. بيحاول يتجنب المواجهات الغير ضرورية، بيحاول يبان انه في نفس مستوى اللي حواليه رغم انه اذكى منهم بمراحل وبفرق كبير كمان، ولكنه فاهم كويس جدا انه تفوقه مش هيكسبه حاجة غير عداوات جديدة وحقد من كل اللي حواليه. النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي ممكن تغير حياتك كلها. استغلال الفرص في وقتنا الحالي ما بقتش رفاهية. في عالم موجود فيه 8 مليار إنسان، فرصتك في إنك توصل للقمة قليلة جدا، ولكن ده لو أنت شخص عادي مش متابع ليا وبتحاول قدر المستطاع تشتغل على نفسك وعلى عقليتك. وكل اللي أنا عايزك تعرفه إن الفرصة ما بتجيش وأنت جاهز، الفرصة بتيجي وأنت واعي. أغلب الناس فاكرة ان الفرصة ترقية في الشغل بعد مجهود عالي، فاكرين ان الفرصة حاجة بتيجي من بره، بينما في الحقيقة الفرصة بتيجي من جواك. الفرصة بتيجي لما انت فعلا تكون مستعد تاخدها. اي فرصة هتخلي حياتك افضل لازم تاخدها، وخليك عارف انه لو في فرصة جاتلك او حتى انت عندك اي حاجة جميلة في حياتك، لو اللي قدامك يقدر ياخدها منك مش هيتردد. عشان كده انت كمان لما يجيلك فرصة تاخد اي حاجة خدها واوعى تتردد، حتى لو على حساب اي حد. لما توصل محدش هيقول اصل ده خد فرصة واحد تاني، حتى الشخص اللي انت خدت فرصته محدش هيسمع له اساسا. احنا في عالم بتحكمه القوة وقوانين الطبيعة، وانت بس اللي هيكون مسلط عليك الضوء، وهو كل الناس مش شايفاه اساسا. كل الناس الناجحة اللي انت شايفهم النهاردة في وقت ما خدوا فرص على حساب ناس تانيين، وفي منهم كمان اللي باع اصدقائه واي حد وقف في طريقه عشان هو يطلع. وفي النهاية مين اللي بيتم تمجيده وذكر اسمه؟ هل صديقه اللي كان صاحب الفرصة من الاساس، ولا اللي استغلها وقدر يظهر ويكبر؟ عشان تكون وحش خبيث لازم تكون فاهم قاعدة مهمة جدا، وهو ان
مفيش حد مهتم انت وصلت ازاي، المهم انك تكون وصلت. على مر التاريخ في كتير من القادة اللي بيتم ذكرهم لحد النهاردة وحتى التمجيد ليهم، رغم انه بالمنطق كان شخص متلاعب ومؤذي، ولكن بالواقع هو وصل للي هو عايزه واثبت انه قوي حتى لو على حساب بعض الاشخاص. لازم تكون قناص، بتعرف تصطاد الفرص وتحسس اللي قدامك انكم على نفس المركب، وده لحد ما انت توصل او حتى تجهز نفسك وتكون اقوى، او الشخص اللي قدامك يكون اضعف، وساعتها هتكون فرصتك انك تاخد مكانه. واوعى تتردد، لان الشخص اللي قدامك بنسبة كبيرة لو جاتله الفرصة هيعمل كده واكتر كمان. اوعى تراهن على ادمية البشر واخلاقهم، كل اللي عليك انك تبقى زي القطر اللي بيمشي في طريقه ومش بيهمه اي حد يقف قدامه. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر، اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.